اخيرا بتوصل ريليانا عند مقابر عائلة الدوق نوا وبتربط الحصان بتاعها، وهدفها الاساسي هي انها تبحث عن بياتريس. واثناء طريق ريليانا بتحكي في بالها قصة المقبرة دي، وهي بتاعت روبرت وينايت اللي كان مفروض يصبح دوق لكنه مات في حادثة، وامه في القصر هي سيدة القصر نفسه، لكن قبل ما تموت اعطت منصب الدوق لنوا والرئاسة لاخوه اللي هم اولاد اخوها. والمفروض لما قرأت ريليانا الرواية عرفت ان نوا وضع الختم الملكي في قبر روبرت وينايت، والمفروض في الرواية ان نوا وبياتريس هيتقابلوا لأول مرة في المقابر دي. بعدها بتتفاجأ ريليانا لما بتشوف شخص أول مرة في حياتها تشوفه، وطبعا ما بتعرفش ان هو أخو السيدة فيفان ولا هو يعرف هي مين أصلا. نروح للدوق نوا اللي كان في محادثته مع أخوه الأمير، وهو مصدوم ان أخوه بيقوله انك خلاص لازم تلغي خطوبتك من ريليانا. فاستغرب الدوق نوا جدا وقال له ليه لازم ألغي خطوبتي منها؟ فقال له أخوه الأمير وليه ما تلغيش الخطوبة أصلا؟ خلاص احنا هنلغي الجلسة التشريعية النهاردة، والحاجة الوحيدة اللي كانت بتهددك بيها هو الختم الملكي، وهو معانا دلوقتي فمش هتهددك بيه مرة تانية. ده غير ان مشكلتها الاساسية اتحلت بموت بروكس واللي معاه. ايه الفايدة بقى من ان كنتوا تفضلوا مخطوبين؟ ده غير انك انت مش عايز اكيد تستمر في الزواج المبني على العقد ما بينك وما بينها ده. وكان باين على نوا انه متضايق جدا من كلام اخوه، فقال له نوا انا مش هلغي الخطوبة دلوقتي. فاستغرب اخوه جدا وسأله ليه هتعمل كده؟ فقال له نوا لسه في شيء انا عايز ريليانا تقوم بيه بصفتها خطيبتي. اما عن ريليانا فبتتخض جدا بظهور الولد اللي اول مرة تشوفه ده، لانها كانت متوقعة بياتريس، وفجأة بتقع قدامه من التعب. ولما سألها هل انت بخير فقالت له انا اسفة لكني ظنيتك ان انت شخص تاني. وبتستغرب ريليانا ازاي بياتريس مش موجودة هنا. دي حتى لما قرأت الرواية كانت عارفة ان بياتريس راحت المقابر في الوقت ده بالتحديد في اليوم اللي بتنتهي فيه الجلسة بتاعت الامير والدوق نوا. وبتسأل ريليانا نفسها يا ترى ليه بياتريس ما جيتش لهنا؟ هل علشان انا ما متش فتغير مسار القصة كلها؟ وبسرعة لما بيحس الشخص ده ان ريليانا تعبانة بينزل المعطف بتاعه وبيفرده على الارض وبيطلب منها انها تقعد عليه، وكمان بيغطيها بالجاكيت بتاعه وبيكون معاه عصير. فتفاجئت ريليانا وقال لها انه كان جاي يزور قبر صديقه لأول مرة لكن القبر اختفى. وبيكمل ريليانا وبيقول لها مش يمكن ده قدري علشان اشرب معاكي العصير ده النهارده. وبدأت تسأله ريليانا مين صديقك اللي كنت جاي تزوره ده؟ فقال لها ان اسمه روبرت وينايت. ففهمت ريليانا ان المقبرة اللي اختفت بتاعة روبرت نفسه. ولما بتسأل نفسها عن الختم يا ترى حصل فيه ايه، بدأ يسرد لها الشخص ده حكاية وقال لها ان روبرت مات قبل ما يسد الدين اللي كان عليه. فاستغربت ريليانا ازاي روبرت كان محتاج مال من الاساس وهو سليل عائلة مشهورة زي عائلة وينايت، لكن كل اللي كان بيشغل بالها اصلا فين المقبرة دلوقتي وراحت على فين، وراح فين الختم الملكي من الاساس. فبيقول لها الشخص ده انه سأل حارس المقبرة عن قبر روبرت راح فين، فقال له الحارس ان تم نقل كل القبور عائلة وينايت لمكان بيكون تحت حراستهم بالكامل. فاستغربت ريليانا مرة تانية لان ده ما حصلش في الرواية، ومعنى كده انها هي السبب في اللي حصل ده. وفهمت بالظبط من اللي حصل في القبور ده كان كله مجرد عذر علشان يتم اخفاء الختم الملكي. بعد طبعا ما ريليانا كشفت سره للدوق نوا وقالت له انها عارفة مكان الختم الملكي فين بالظبط، فقاموا بتغيير موقع الختم الملكي. وبتقول ريليانا لنفسها دي كانت غلطتي انا من الاول. بدأت ريليانا تفكر في الشخص اللي قدامها ده وانه بيتصرف معاها بحرية كأنها تعرفه من زمان. وبدأ يسألها وقال لها انت كنتي بتظني ان انا حبيبك جاية لهنا علشانه؟ فاتخضت ريليانا جدا لانها حست ان هو فهم غلط او كأنها متعلقة بخطيبها اللي مات، علشان كده حاول يهديها. ولما قالت له ان انت فاهم غلط قال لها امال مين الشخص اللي مات ليكي؟ هل حد من عائلتك ولا صديق ليكي؟ لكنها بتقوله ان كان في شخص كان هيجي لهنا لكنه ما جاش بسببي، وهي تقصد على بياتريس طبعا. والنتيجة ان كان نوا وبياتريس هيلتقوا لهنا مع بعض لأول مرة، لكن برضو كل ده ما حصلش بسببها هي. بدأ الشخص ده يسألها وقال لها هو انت تم اجبارك على زواج علشان المصلحة السياسية؟ فقالت له ريليانا حاجة زي كده. فقال لها تقصدي المرأة اللي كان خطيبك على علاقة بيها المفروض كانت تكون هنا؟ فقال لها يعني انت كنت بتحاولي تجمعي خطيبك اللي انت هتتجوزيه بالبنت دي؟ فقالت له ايوه والموضوع منفعش. فاتخض وقال لها ليه بتحاولي تعملي كده؟
فقالت له بسبب احساسها بالذنب وانها كانت غلطتها من الاساس ان هما ما اتجمعوش سوا. فقال لها وانتي ما حسيتيش ان هما الاتنين ما اتجمعوش بسبب ان قدرهم ان هما ما يتلاقوش اصلا، وانتي مش السبب ولا حاجه؟ انا اكيد ما اعرفش اللي حصل ما بينك وما بين الشخص ده وحبيبته، لكن حياه اي شخص فينا هي مسؤوليته هو بس. معنى كلامي ان الواحد بيعيش حياته بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة ليه، وانتي الوحيدة اللي تقدري تحافظي على علاقتك وقدرك ده. فهمت ريليانا كلامه وكانت مقتنعة بيه جدا، فقالت له انت مقنع جدا، وبدأ يقول لها ان الحب شيء عابر وفي ملوك كتيرة جدا كانوا بيتعهدوا بالحب الابدي، لكن ده ما حصلش في النهاية. فرحت ريليانا بكلامه وقالت لنفسها انها شايفاه رجل وسيم جدا بعد نوى في العالم اللي هي فيه ده. وبعد ما قعدوا فترة طويلة سوا اتأسف ليها على انه هو قعدها معاه كتير وقال لها فين منزلك وانا هوصلك، لكن اتأسفت له ريليانا وشكرته على اللي هو عمله معاها وقالت له ان معاها الحصان الخاص بتاعها. فقال لها انا فهمتك، انت مش عايزاني اوصلك لان ده غلط ان حد يشوفك مع شخص غريب ويوصلك للمنزل بتاعك. فقالت له كلامك صحيح وشكرته ومشت. وبيفضل الشخص ده يسأل نفسه بعد ما مشى ازاي راجل عنده خطيبة جميلة زي دي ويبص لواحدة تانية، اكيد ده شخص غريب جدا، وبيستغرب ازاي ما سألهاش عن اسمها، لكن عموما بيقول لنفسه انه هو مش هيشوفها مرة تانية وانها كانت مجرد مرة عابرة وخلاص. وبعد ما بينتهي الاجتماع مع الدوق نوى واخوه الامير قال له انه هو هيجيله بعدين، فقالوا الامير اهتم بخطيبتك، فسابوا الدوق نوى ومشى. فقال الامير لنفسه انا لازم اقابل البنت دي. واثناء ما بيمشي الدوق نوى بيقول لنفسه ان اخوه الامير مش هيتغير ابدا، اكتشف كل شيء بنفسه. وريليانا اول ما بترجع لقصر الدوق نوى بيتجمع جميع الخدم حواليها وبيسالوها هي راحت فين بالظبط. وريليانا كانت محرجه جدا وما بقتش عارفه تقول لهم ايه، واول ما بتعطس بيتخضوا كلهم عليها وبيجروا يجيبوا لها كل الادويه وبطاطين علشان تدفيها، وكمان بيعملوا لها مشروبات سخنه علشان البرد. وريليانا كانت محرجه جدا من تدليلهم ليها بالشكل ده. لكن ريليانا اول ما بتفتكر كلام الشخص اللي قابلته ليها بان تم نقل قبر روبرت وعرفت ان نوى هو اللي عمل كده علشان يخفي الختم الملكي، قالت لنفسها ازاي ما خطرش على بالي الفكرة دي، كان اي شخص عادي هينقل القبر علشان يخفي الختم الملكي، ما بالك بقى ان ده نوى ادهى شخص في المدينة كلها. وبتقول ريليانا لنفسها اعتقد الرواية اتغيرت وان سبب ان بياتريس ما راحتش المقبرة واضح، وده لان ريليانا ما ماتتش، وفي المقبرة دي كانت اول مرة بياتريس تشوف فيها نوى. وبتسأل ريليانا نفسها انها ما بقاش قدامها تعمل اي شيء تاني علشان تجمع بياتريس بنوى، وانها اشتغلت بكل اجتهاد علشان تحمي نفسها، وانها ما كانتش عايزة تغير قدر نوى وبياتريس مع بعض. وكملت وقالت ان بياتريس هي المفروض اللي كانت تعيش في قصر الدوق نوى مش انا. وبتفضل ريليانا تعطس، فجأة بيدخل عليها الدوق نوى وقال لها انا سمعت انك خرجتي تلعبي بره. فسألته مين اللي قالك كده وهي متضايقة، فقال لها الجميع. فاتضايقت اكتر وقالت له لا انا ما كنتش بلعب ولا حاجة، لكنها لما حست انها تحكي له انها كانت عايزاه يقابل البنت اللي كان مفروض يقابلها اصلا في الرواية، على الرغم ان ريليانا هي اللي خطيبته دلوقتي، كانت عايزة تساعده انه يقابل المرأة اللي المفروض يحبها. فقالت ريليانا لنفسها انا لو قلت له الكلام ده كله مش هيصدقني وهيقول عليا مجنونة. ففضلت انها تسكت وقالت له عندك حق، انا كنت بلعب في الخارج. ولما حس ان درجة حرارتها ارتفعت قرب منها وكانت ريليانا مخضوضة منه جدا. ولما سألها ان ريحتها غريبة قالت له انها تناولت شراب بيساعد في التخلص من نزلات البرد. فقال لها انا فهمت انت ليه مش قادرة تتحركي من مكانك، فاخدها وقال لها انا هوديكي لغرفتك. وبيقول لها مش كان البطل في الروايه الرومانسيه اللي انت كنت بتقرايها بيشيل البطله بالطريقه دي؟ فقالت له ولا ايش عرفني يعني، هو انا كنت شفتهم؟ واثناء ما كانوا في طريقهم لغرفتها بتسال ريليانا نفسها ليه نوى على الرغم من انه معاه الختم الملكي ما لغاش خطوبتنا سوا، مع اني كنت مسوماه على معرفتي لمكان الختم الملكي، ليه قرر ان هو يستمر في الخطوبة دي وبدون اي فايدة ليه؟ بعدها بياخد الدوق نوى ريليانا لغرفتها وقالت له مش معقولة، انا كنت دايما بظنك انك شخص قاسي ومستفز وكأنك حاطط قناع على قلبك، ومع ذلك مؤخرا بدأت احس انك لطيف جدا. فقال لها انه عمره ما كان يتخيل ان دي مشاعرها ناحيته. فسألته ريليانا وهي دايخة هو احنا هننفصل؟ مفيش سبب اننا نكمل في عقدنا سوا، صح؟ هو انت ليه عملت كده؟ فقال لها نامي، الحمى عندك بدأت ترتفع.
وقفته ريليانا وقالت له بس انا ما انهيتش كلامي معاك. فقال لها عايزة تقولي ايه؟ فقالت له مؤخرا دايما بسأل نفسي انتفاعك من العلاقة اللي ما بيننا دي ايه، لكن التعب بيزيد عليها وبتنام وبيقرب منها نوا وقال لها تصبحي على خير. تاني يوم بتصحى ريليانا وكلها نشاط وحيوية، واخيرا بيتم شفائها، وبتقول ريليانا ان قدرها في القصة دي انها ما تعيش لليوم اللي تشوف فيه انتهاء الجلسة واللي كانت امبارح، لكنها غيرت مسار قصتها بنفسها، وده اللي ممكن غير القصة كلها والرواية ومستقبل العالم اللي هي فيه ده دلوقتي. لكن بالرغم من كل ده مفيش حاجة تضمن لها انها تفضل عايشة، خصوصا انها عرفت ان في حد مش عايزها تكون على قيد الحياة غير بروكس وجيك لانجستون اللي امر بقتلهم الدوق نوا، غير انها مش عارفة فين بيترس دلوقتي. فجأة بيقابلها الدوق نوا وقال لها هو انت حاسة بتحسن دلوقتي؟ فقالت له ريليانا وهي سعيدة جدا انها بقت افضل بكتير جدا من الاول، لكنها بتكتشف ان نوا انتقلت له العدوى. فقالت له انا خفيت خلاص سلام. صحيح خد بالك من نفسك، يا ترى هيحصل ايه بعد كده؟ ولا تكتشف ريليانا ان بياتريس ورا كل الحاجات السيئة اللي بتحصل لها دي، وهتفضل ريليانا تحاول تقرب بياتريس من الدوق نوا ولا لأ؟ كل ده هنكتشفه بعد كده.